في بدايه السنه في ناس بتقول اسعار العقارات هتعلى، في ناس بتقول الاسعار هتنزل. تعالى كده ندردش ونعرف الاسعار هتعلى فعلا ولا هتنزل. عشان نعرف الاسعار هتعلى ولا تقل تعالى نفرض كده الموضوع لكام نقطه. اول حاجه الارض في مناطق فعلا فيها السعر هيقل وفيها مناطق فيها السعر هيعلى. زي ايه؟ زي العاصمه الاداريه. السنه الجديده هيبقى في طرح الار 9 في العاصمه الاداريه، وبعد الار 9 هيبقى في الار 10 وفي الار 11، لان احنا بنتكلم في 20 حي سكني في العاصمه الاداريه. عشان خاطر جهاز العاصمه يجيب مستثمرين جداد ومطورين في العاصمه الاداريه لازم ينزل الاراضي بتسهيلات واسعار اقل من الاراضي اللي فاتت. زي الار 8، الار 8 لما نزلت فيها الاسعار نزلت بتسهيلات اكتر وباسعار اقل. وده ليه؟ عشان خاطر لما خدوا الارض خدوها بتسهيلات اكتر، وده عاد على سعر الشقق والتسهيلات في الشقق. فشفنا 2.5% وتسهيلات لحد 14 سنه، وكان الشقق بتبدا من 2 مليون و3 مليون جنيه. انما في مناطق ثانيه زي مثلا شوارع الرحاب وبيت الوطن في التجمع الخامس، فالمناطق دي الاراضي فيها بدات تقل، بدل ما كان في 1000 ارض متاحه دلوقتي في 500 ارض متاحه. فده بمبدا العرض والطلب الاراضي بتقل فالسعر هيزيد، او المطورين كده كده اصلا عندهم اراضي فالسعر معاهم مش هيتغير، هو كده السعر ثابت لان هو اشترى الارض بالدولار مش بالجنيه. فعندك في مناطق السعر فيها هيقل زي ما قلنا في العاصمه ويبقى فيه تسهيلات اكتر، وفي مناطق اللي هي خلاص ما بقاش فيها اراضي زي بيت الوطن وشمال الرحاب وغيرها الاسعار فيها هتعلى، او بلاش نقول هتعلى خلينا هتفضل ثابته. تاني حاجه الادارات، الموظفين بشكل عام، ده غير العمولات اللي بتطلع للسيلز. هل المرتبات بتزيد ولا بتقل؟ احنا كان عندنا الحد الادنى مرتبات 5 و6000 جنيه، دلوقتي بقى الحد الادنى مرتبات 7 و8000 جنيه. طب مين اللي هيشيل الليله ديت ومين اللي هيشيل الزياده ديت؟ اكيد العميل طبعا. ثالث حاجه مواد البناء. طب هل مواد البناء بتزيد ولا بتقل؟ وده بقى عليه خلاف كبير جدا. ليه؟ في ناس بتقول ان المواد البناء بتقل وفي ناس بتقول المواد البناء بتزيد. تعالى كده نشوف حسب السنه اللي فاتت الاسمنت زاد ولا قل والحديد زاد ولا قل. سعر الاسمنت يا في الطالع يا ثابت، اما الحديد فساعات بينزل بس حاجه بسيطه، يفضل ثابت وده بيبقى وقت قليل قوي يفضل دايما في الطالع. وحسب التصريح الاخير لاحمد عز اللي هو صاحب اكبر مصالح حديد في الشرق الاوسط ان سعر الحديد في مصر هيزيد بسبب الطلب عليه عالي جدا محليا وعالميا. فلما الحديد والاسمنت سعرهم يزيد مين اللي هيشيل الزياده ديت؟ العميل طبعا. رابع حاجه والاخيره هي التسويق. اي حد بتاع تسويق عارف ان المشاريع لما بتكتر سعر الحمله الدعائيه بيعلى، سعر الاعلان بيعلى سواء في التلفزيون او الشارع او حتى السوشيال ميديا. فتكلفه الحمله الاعلانيه دي كلها بقى مين اللي هيشيلها؟ العميل طبعا. ده غير مصاريف تانية كتير المطور بيشيلها على العميل. انت بقى شايف الاسعار هتزيد ولا هتقل ولا هتفضل ثابته؟ اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك في ستوري على الانستجرام. وخليك فاكر مفتاح استثمارك مع مهدي.